السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه. معكم ديلي رفيعه، واليوم ان شاء الله غنشارك معكم لي ماغنوم كيك بطريقه سهله ومبسطه باش ما يتهرسوش ليكم، كذلك بحشوه كتجي لذيذه. فنشوفوا الان المكونات. غادي نحتاجو هنايا كيك ديال الشوكولا، عندي هنايا كذلك صوص ديال الكراميل، ممكن انكم تستعملوا الكراميل ولا البخاليني، وهنا الفويتين واللوز. يمكن لكم تضيفوا اي مكسرات يكونوا متوفرين عندكم. 50 غرام ديال الشوكولا، من الاحسن تكون نوعيه جيده، وربع كاس ديال الكريمه. غادي نسخنوها جيدا على النار وغنضيفوها فوق الشوكولا، وغادي نحركو حتى كتذوب لينا داك الشوكولا تماما. الا ما كانتش متوفره عندكم الكريمه والشوكولا فممكن انكم تستغنوا عليها، ولكن من الاحسن انكم تضيفوها، كتعطي واحد الطعم لذيذ من لي ماغنوم. صافي هنا غندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نفرغ داك الكريمه ديال الشوكولا اللي حضرنا، نضيف المكسرات والفويتين وكذلك لاصوص كراميل، ونخلط الكل حتى كنتحصلوا على عجينه بهذا الشكل. الا بقات لكم قاصحه فممكن انكم تضيفوا كميه اخرى من لاصوص كراميل. هنا غناخذ واحد الاناء غادي نفرغ فيه الشوكولا. هنا استعملت كالا، يمكن لكم تستعملوا كالا ولا ماكاو. من بعد ما كندوبها غناخذ القوالب ديال السيليكون ديالي اللي غادي نستعمل. بالنسبه للشوكولا ندوبوها ببان ماغي، وفاش ندوبوها نخليوها حتى كتبرد شويه وما كتبقاش خفيفه. كيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالها. ومباشره غادي نبداو نعمروها في القوالب ديال السيليكون ديالنا، اي نوعيه تكون متوفره عندنا. غنضيف اول طبقه ديال الشوكولا وغادي ندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا. وهنا غنعاود تبقى رقيقه غير في الجوانب. هذا هو السر باش ما كيتهرسوناش الماغنوم ديالنا فاش كنحيدوهم من السيليكون، وكذلك ما كتبقاش داك الحشوه ديال الشوكولا باينه من الجوانب. وغنعاودهم كاملين بنفس الطريقه غير من الجوانب فقط. غنعاود ندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا. وهنا مباشره كناخذ الحشوه اللي حضرنا كنشكلوها في السيليكون ديالنا. نحاولوا ما نعملوش كميه اللي تكون كبيره. بالنسبه لهاد الكميه ديال الحشوه اللي حضرت معكم اعطتني 10 ديال الحبات ديال لي ماغنوم، وكذلك استعملت تقريبا 250 غرام ديال الشوكولا. هنا غنعمر الطبقه الاخرانيه ديال الشوكولا وغندخلهم الثلاجه غير واحد 5 ديال الدقائق يشبروا في راسهم وتجمد لينا الشوكولا. ومباشره كنخرجوهم وكنحيدوهم من السيليكون. كيف ما كتلاحظوا معايا كيتحيدوا بكل سهوله. بالنسبه لديك الزوائد ديال الشوكولا اللي كيكونوا في الجوانب فكنحيدوهم غير بواحد السكين وكنزينوهم باي شكل بغينا. فبالنسبه للناس اللي بغاو يخرجوهم كوموند، الثمن اللي كتحسبوهم به هو 10 دراهم للواحد، والثمن كيطلع على حسب. الا كانوا لي ماغنوم بالصور فكتحسبوهم حتى ل 12 ولا 13 درهم للواحد. طبعا الصور كيكونوا صالحين للاكل. فبالنسبه للناس ديال طنجة بغاو اي كوموند ما عليهم غير يتواصلوا معنا عبر الانستغرام ولا على الرقم اللي ظاهر في الشاشه. ومرحبا بالطلبيه ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، والى فيديو قادم ان شاء الله.